I'm back يا عم. بص هنا I'm back. سماعة جيمنج جديدة، بس المرة دي جيمنج وايرلس. ده كان اكتر طلب جماهيري على كومنتات السماعات الفتره اللي فاتت، فانا جبت لكم سماعه جيمنج وايرلس، بس مش اي سماعه. السماعه دي من شركه ريزر، موديل بلاك شارك في 2 برو، عشان في موديل تاني اللي هو الفي 2 بس ده مش وايرلس، ده بسلكه عادي يعني. بس قبل ما نبتدي في الفيديو في اعلان صغير. الفيديو ده برعايه موقع انترست تريد. موقع انترست تريد هو موقع الاستثمار، يعني بتحط فيه فلوسك والفلوس دي بترجع لك بعد فتره بعائد طبعا بعد ما يتم الاستثمار فيها. والمميز كمان في الموقع ده لو بيدعم اللغه العربيه، يعني انا ممكن احول اللغه العربيه لو انت مثلا مش عارف تتعامل مثلا مع اللغه الانجليزيه. كمان لو دخلت بحثت على جوجل على الرانك بتاعه وفتحت مثلا منصه زي منصه اليكسا، وهتشوف الرانكينج بتاع الموقع ده. هو حاليا 17538 على مستوى العالم، وده رانكينج او ترتيب كويس جدا. طبعا دلوقتي احنا هنشرح حاجه اسمها اللاين بروفيت تيم، انا مخلي الموقع بالعربي علشان برضو تبقى متابع معايا. دلوقتي بيقول لك ان السيستم ده او النظام ده الربح او العائد بتاعه في اليوم هيبقى 49 من 100%. النسبه دي طبعا هتلاقيها متغيره مش ثابته، بتزيد وتقل. المهم تعالى بقى نشوف احنا هنشحن ازاي. انت بتخش هنا على التمويل، شراء حزم الاستثمار، وبعد كده انا معايا حاليا حوالي $50، فانا اشتري اول خطه او الحزمه اللي هي ب $50، فانا هختار دي مثلا. فبيقول لي ان الخطه دي هترجع لي بعد كده او بعد 282 يوم ترجع لي $143.82. فانا خلاص كده تمام، هقول له شراء. فهنا بيعرفك ال $50 او الفلوس اللي انت دفعتها دي بتستثمر في ايه. فهنا بيقول لك ان في جزء للعملات الرقميه وفي جزء لسوق المواد الخام وجزء الاسهم، يعني بيعرفك كل حاجه. طبعا انت تقدر تسحب لما تكون $10 مكسب، يعني مش شرط تستنى ال 282 يوم. انت ممكن كل ما يتكون معاك $10 ممكن تقدر تسحبهم، وتقدر تسحب اكتر من مره في الشهر. وان شاء الله كمان فتره هعمل لكم فيديو تاني اوريكم فيه اثبات السحب اللي انا سحبت ال $10. فانت لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الموقع او تشترك فيه هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الوصف. طبعا ما تنساش تروح تتابعنا على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الوصف. هناك احنا عاملين سحب على الساعتين دول من اونر. اول ما اكون 30000 فولورز هختار 2 من الفولورز هيكسبوا الساعتين دول، هبعته لهم لغايه بيتهم. فما تنساش تعمل فولو على الانستجرام. تعالى بقى نشوف السماعه دي بتقول ايه. عندنا هنا ريزر هايبر سبيد وايرلس تكنولوجي، كلام جميل. ريزر تراي فورس تيتانيوم 50 ملم درايفر، كلام عظيم. وريزر هايبر كلير سوبر كارديويد مايك. يعني ايه الكلام ده؟ المفروض اللي هي الكونكشن بتاعها سريع جدا، المفروض ما يكونش فيه اي ليتنسي، مفيش اي تاخير الصوت عن الصوره. كل ده هنجربه مع بعض وهنشوف. وبتدعم تقنيه التي اتش اكس سبيشال اوديو. تعالى نعمل انبوكسنج ونشوف بقى السماعه. بص كده بقى معايا، فخامة الاسود. انا بعشق الاسود المطفي اللي هو المات بلاك، فخم شيك ابن ناس. عارف انت الاحساس اللي كل حاجة متغطية بالفوم. السماعة بنت ناس قوي. بالمناسبة السماعة دي سعرها $180، يعني بالمصري 2800 جنيه تقريبا. يعني بص اللوجو ريزر هنا، بس طبعا مشكلته بقى اللي هو يعني احيانا بياخد كده بصمات بتو ماتش ديتيلز. المات فينش تحفه تحفه تحفه. والاير كابس كبيره، انت شايف قد ايه الكاب، يعني عارف هتاكل ودنك كده. عندنا هنا لوجو ريزر من فوق. طيب تعال نشوف كده ايه جاي تاني مع السماعه. ده اكيد طبعا الوايرلس ترانسميتر ده اللي هتوصله على الكمبيوتر. بالمناسبه السماعه دي تقدر تستخدمها مع الويندوز والماك وبلاي ستيشن 4، كمان مع نينتندو سويتش. لكن مع الاكس بوكس للاسف مش هتعرف تستخدمها وايرلس، لكن تقدر طبعا تستخدمها بالمدخل 3.5 مللي اللي جاي معاها في العلبه. هنشوفه دلوقتي. نكمل الانبوكسنج. مبدئيا كده كل حاجه هتلاقي بص متغطيه برابر، كل حاجه هنا معموله بالشياكه، كل حاجه متغطيه وكمان كلر كوتد باللون الاخضر. عندنا كمان كيس او باوتش ممكن تحافظ فيها كده على السماعه لو انت مسافر، يعني حاجه لطيفه مش وحشه. مدخل 3.5 مللي الشيلدد بالقماش طويل جدا. عندنا كمان كل حاجه زي ما قلت لك متغطيه. ده مدخل الشحن الكارثي شويه علشان هو للاسف مايكرو اس بي. ده للاسف مش تايب سي، فيمكن دي من الحاجات اللي ضايقتني شويه، بس يعني ماشي مش مشكله. واخيرا المايك الديتاتشابل اللي انت بتقدر توصله او تفصله براحتك. ده المايك وجاي معاه زي ويند سكرين كده علشان تقلل ضربات الهواء. كل زراير التحكم موجوده على الجنب الشمال، مفيش اي زراير او اي حاجه على الجنب اليمين خالص. من بدايه زرار باور تدوس عليه شويه هتلاقي في لمبه تحت كده ابتدت تنور ازرق كده اللي هي اشتغلت. طبعا انا موصل الترانسميتر ده على الكمبيوتر كان زمانها لقطت على طول من غير اي حاجه، بس طبعا في زي سوفت وير هتكلم عليه دلوقتي على الكمبيوتر بتنزله اسمه ريزر ساينابس، سهل جدا بيخليك بتتحكم شويه وظايف كده في السماعه وبتظبط الدنيا، ايكولايزر، تغير جوده الصوت، فيه شويه بروفايلات محفوظه، تلعب في السنسيتيفيتي بتاع المايك هنتكلم عنه كمان شويه. كمان عندنا حركه حلوه، عايز تطفي المايك من غير ما تشده ممكن الزرار ده بيطفي لك المايك او يشغله. وكمان هنا مدخل 3.5 مللي وهنا مدخل المايك. عندك هنا بكره الفوليوم، في زي فيدباك كده في
في نص اللي انت او تكه اللي انت عديت نص الفوليوم. فبصراحه البيلد كواليتي بتاع السماعه دي جامد جدا من بره، وان كان ممكن يبقى عليه ملحوظه شويه ان انا مخوفاني السلايدر ده. يعني لغايه دلوقتي مثلا انا من ساعه ما استخدمتها بصراحه ما حصلهاش اي حاجه، بس هي معرضه لو اتلوت او اتخبطت جامد السلايدر ده ما اعتقدش اللي هو يبقى بيستحمل. يعني انا بصراحه لغايه دلوقتي من ساعه ما استخدمتها، انا استخدمتها حوالي 4 أو 5 مرات وانا بعدل فيديوهات، كذا مره وانا بلعب. بصراحه هي مريحه جدا. الاير كابس انت ودنك بتبقى جواها، انت ودنك بتبقى هنا كده عشان هي حجمها كبير. كمان الفوم اللي عليها مريح طري، كمان هي مش ماسكه جامد قوي على دماغي، وفي نفس الوقت هي مش هتقع. يعني بص ده شكلها. وصل بقى المايك ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. تلاقي مكتوب عندك هنا الليفت، وهنا هتلاقي مكتوب جوه الرايت. كده انا طيار. انا مش بحب بصراحه السماعات اللي بتبقى ضغطه جامد على الدماغ، بحس ان لو استخدمتها فتره شويه احس ان انا هصدع. دي في النص، ولا ماسكه قوي ولا اللي هي عملتها كده هتقع. اكيد وانت بتلعب جيمز اكيد مش هتحارب، اكيد انت قاعد في مكانك مش هتقعد تتنطط او تجري، بس هي ماسكه كويس وثابته كويس ومريحه جدا لو انت تستخدمها لفتره طويله. طبعا انا معظم الوقت كنت مش بستخدم اللي هو ال 3.5 مللي، دايما كنت بستخدم الترانسميتر علشان بص مفيش اي فرق، مفيش اي ديلي، مفيش اي تاخير في الصوت. الصوت طالع مع الصوره، سواء انا بلعب سواء انا بعمل اديت مثلا على برامج المونتاج. بصراحه ما حسيتش باي ديلي مع الترانسميتر ده خالص. حتى كمان المدى بتاعه واسع. انا احيانا بقوم قدام الكمبيوتر وبتحرك في الشقه السماعه مش بتفصل وتبقى شغاله كويس جدا. انا ما كنتش مضطر بصراحه ان انا استخدم المدخل 3.5 مللي، كمان هيربطني جنب الكمبيوتر. طب انا مثلا عايز اقوم اعمل حاجه وارجع تاني. بصراحه فكره الوايرلس عظيمه. واحد دلوقتي هيجي يقول لي ينفع نستخدمها على الموبايل؟ هقول لك بس اخر الفيديو عشان تكمل معايا الفيديو. انا كده نوصلها كده على الموبايل بمدخل 3.5 مللي واديك كده هنت عن الصوت بتاعها. هو الصوت باين من هنا اصلا. بتبقى اعلى من كده يمكن على الموبايل، هنا مش مطلع القدرات بتاعتها، يعني على الكمبيوتر بتبقى اعلى من كده. كمان بقى تجربه الجيمنج بتاخدها في حته تانية خالص، خاصه مثلا مع ببجي. يمكن دي اكتر لعبه الناس بتجيب سماعات عشان مثلا تلعبها، عشان تسمع صوت الخطوات جايه منين او تعرف تحدد يعني مين جاي من فين، وبرضه هتموت في الاخر. السماعه دي مش مكتوبه على الموقع اللي هي محيطيه، هي مكتوبه اللي هي ستيريو، ولكن هي بتديك افكت اللي هي السماعه المحيطيه. وبصراحه التفاصيل اللي هي بتطلعها هي بتعرفك اصلا مكان الشخص فين. هو مثلا في بيت بعرف احدد هو فوق تحت من صوت الخطوات والديتيلز بتاعتها. اي حد يقرب منك على حتى لو بعيد شويه، في العادي مثلا وانت بتلعب على الموبايل ممكن ما تسمعوش، لكن وانت بتستخدم السماعه دي هي بتبقى معليه قوي صوت الخطوات دي. فبصراحه تجربه الجيمنج عليها في ليفل تاني خالص. يكفي حوار ان انت بتلعب وايرلس ده بصراحه جامد جدا، ان انت بتتحرك براحتك، مش مربوط جنب الكمبيوتر، مش مربوط جنب مثلا موبايل، عشان انا بقدر استخدمها وايرلس على الموبايل. كتوتال تجربه فعلا انا مبسوط منها. يمكن يكون سعرها غالي شويه وفي حته تانيه عن السماعات اللي احنا اتكلمنا عنها، بس هي تستاهل فعلا. طبعا هتبقى محتاج تسمع تجربه للمايك، وهسمعك دلوقتي تجربه لصوت المايك من غير اي تعديلات. الصوت اللي انت بتسمعه دلوقتي ده من خلال المايك بتاع السماعه. تعالى كده نشرح كده الابلكيشن كده بسرعه، وبرده في نفس الوقت التيست المايك بتاع السماعه. طبعا انا مش هعمل اي تعديل على الصوت وهنسمعه سوا مع بعض. ده برنامج ريز ساينابس، هسيب لك لينك ليه تحت الفيديو في الوصف لو حبيت تنزله. بيسمح لك بقى بشويه حاجات كده، زي انك تستخدم مثلا اللي هي خاصيه التي اتش اكس سبيشال اوديو، بتحسن الصوت وبتخليه في حته ثانيه خالص، خاصه انت بتلعب. كمان عندك الانهانسمنت، بتقدر تعلي البيز من هنا، ممكن تعمله زي بوست. وعندك كمان في بروفايلات كده تحت جاهزه ممكن تستخدمها، وممكن تعمل انت واحد كاستم براحتك او الحاجه اللي تناسبك. بصراحه برنامج حلو جدا. وكمان تقدر تتحكم في الحساسيه بتاعه المايك من هنا. يعني دلوقتي انا هقلل مثلا كده، انا بقلل والتوا خالص. طبعا الصوت هتلاقيه بيفرق دلوقتي، فانا مثلا انا مخليها حاليا على حوالي 60% او حاجه. كمان ممكن تلعب بقى في شويه حاجات كده في الفوكال، في صوت المايك برضو تقدر تتحكم وتغير فيه وتلعب كده فيه بقى براحتك. كان عندك اوبشن كمان اللي هو باور سيفنج، لو السماعه انت مش بتستخدمها لفتره محدده يعني، او فتره معينه انت بتحددها، تفصل لوحدها عشان تحافظ على عمر البطاريه. بالنسبه لعمر البطاريه على موقع ريزر مكتوب اللي هي بتدوم لغايه 24 ساعه. بصراحه يعني انا اكيد ما قعدتش 24 ساعه استخدم الكمبيوتر في مره، بس من ساعه ما جات لي من فتره كبيره جدا انا مش عندهاش لغايه دلوقتي. انا استخدمتها اكتر من 5-6 مرات، كل مره في متوسط من ساعه لساعتين، ما احتجتش اني اشحنها. وهي لغايه دلوقتي باين فيها اللي هي حوالي فيها النص كمان يعني، فهي كاستخدام حلو جدا. طبعا وقت استخدامك ده بيفرق على حسب انت معلي السماعه على الاخر، مقلل الصوت، يعني على حسب استخدامك هتدوم معاك السماعه. بس لغايه دلوقتي انا ما اشتكيتش من الحوار ده. ويلا بقى نرجع للفيديو. زي ما انت سمعت صوت المايك بصراحه كويس جدا، مقبول جدا، ده كده من غير اي تعديلات عليه. يعني انت مثلا لو بتسجل مثلا حاجات على الكمبيوتر او اي حاجه تانية عايز بقى تستخدمها في اديتنج
اديتنج، في مونتاج، في العاب، السماعه دي سادة في اي حاجه بصراحه. ويمكن اكتر حاجه انا حسيتها عشان مثلا انا بقعد كتير امنتج بالساعات، فانا بتحرك كل شويه، فلو مش عايز بقى كل شويه اروح شايل السماعه ارجع البس السماعه، انا عايز اتحرك براحتي وارجع اكمل مونتاجي عادي من غير ما اشيل السماعه، ودي بصراحه كانت مدياني الحريه دي. طب دلوقتي نيجي للخطوه اللي انت لو عايز توصل بقى السماعه دي على الموبايل. اقول لك يا سيدي كل اللي انت محتاجه وصله اوتو جي زي دي كده مثلا، دي مدخل تايب سي عشان انا موبايلي تايب سي. لو انت موبايلك بمدخل مايكرو اس بي هتجيب بوصله اوتو جي مدخل مايكرو اس بي عادي، وتروح موصلها كده مع الموبايل، وتوصل الترانسميتر ده في الموبايل، وتبقى مشغل طبعا السماعه. ممكن حاجه لو هناخدها عليها قوي، البيز مش اعلى بيز، في بيز كده بيخبطك كده، مش هي دي اللي بتطلع البيز ده. وانا بصراحه من محبين البيز الهادي، يعني انا لما ببقى لابس سماعه والبيز جامد قوي يعني ودني بتوجعني شويه، ده انا. في ناس بتحب قوي البيز العالي ده، في ناس بتحب كده، انا بصراحه بحب اللي هو الوسط، ولا اللي هو عالي ولا انا مبقاش حاسه اصلا، هنا تبقى وسط. طبعا على الكمبيوتر بتقدر تطلع قدرات اكتر من كده، طبعا عندك تحكم في البيز، تقدر تعليه، تعمل زي بوست للتريبل والبيز، تعلي كل الحاجات دي، فهي امكانياتها بصراحه بتطلع اكتر على البي سي اكتر من الموبايل. انصحك جدا انك لو عايز تاخد تجربه صوت حلوه مع العاب، مع ايديتنج، اي حاجه، لو استخدام عادي، انصحك بالسماعه دي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم السماعه دي. ما تنساش بقى تظبطني كده بلايك عشان نظبط الفيديو، انت بس وانت معدي اعمل لايك وسيب لي كده كومنت تحت، قول لي ايه رايك في السماعه، ولو انت جربت حاجه في نفس الرينج قول لي تجربتك كانت معاها ايه، يعني في نفس الرينج السعر ده اللي هو حوالي $180 او 2800 جنيه، وتجربتك كانت عامله معاها ازاي. واستنوا الفتره الجايه يبقى في فيديوهات جيمنج ثانيه كتير، او تجربه سماعات جيمنج ثانيه كتير بس. واشوفك على خير الفيديو اللي جاي.